السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المتواضعة، قناة المغرب الجميل. في خبر مفاده عن مصادر إعلامية أن المملكة المغربية تسعى إلى بناء جسر جديد سيؤسس البنية التحتية بالصحراء المغربية، حيث من المنتظر أن يكون الجسر هو الأطول في إفريقيا. وقالت صحيفة ماروك موديرن نقلا عن مصادر إعلامية موثوقة: أشغال بناء أطول جسر في إفريقيا سيكون على وادي الساقية الحمراء بمدينة العيون، وستستغرق الأشغال به 4 سنوات، فيما سيبلغ طول الجسر 1725 مترا، فيما سيكلف إنجازه 120 مليار سنتيم. يؤكد بناء هذا الجسر دور المملكة ورغبتها في تنويع البنيات التحتية استعدادا لتنظيم عدد من التظاهرات العالمية التي من شأنها تشريف المملكة المغربية وإفريقيا.